مساء الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير. وعشان المولد ما يحلاش من غير حلاوة، انا جبت المرة دي حلاوة المولد من عند العب. زي ما بيقولوا ان حلاوة الدنيا فيها، فاحنا هنفتح العلبة دي ونشوف المكونات الحلوة اللي فيها عاملة ازاي. بس قبل ما ابدأ في الفيديو الحلو ده وقبل ما اوريكم العلبة دي فيها ايه، اللي لسه اول مره يشوف قناتي ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني، ولايك على السريع عشان ابدا في الفيديو الحلو ده على طول. مبدئيا كده شكل العلبه من بره تحفه جدا، وشكل عروسه المولد والحصان الحلاوه اللي موجود عليها شكله لطيف جدا جدا جدا. اما بقى بالنسبه للعلبه بقى وتخش في التفاصيل والديتيلز كده، هتلاقي بصراحة كل حاجة عندهم حلوة ومغلفة حلو كده، وعاملين كمان الأسامي عليها بحيث اللي هو بيتلخبط زي أو في حاجات ما بيعرفهاش تقدروا إن انتوا تشوفوها وتعرفوا دي ايه. بص بقى بالنسبة للحلاوة وكل حاجة اللي موجودة هنا، هتلاقوا كل حاجة فيها قطعتين. يعني هتحسوا ان انتوا برضو كلتوا حلاوة المولد. ده الملبن السادة وموجود منه قطعتين زي ما انتوا شايفين، حلو جدا ومقسمينه كده بحيث لو حد عنده مثلا سكر ونفسه يدوق كده تخاطيف يقدر يدوق. وهنا ده ملبن فول، وانا كنت بقلبها وانا مش عارفه ليه وده ملبن الجيلي اللي هو الملون ده، صراحه طعمه خطير. مين زي بيحبه هو مسكر جدا جدا بس انا بصراحه بحبه. ف بص بقى اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات انتوا بتحبوا ايه، وايه اللي اكتر حاجه بتحبوها في حلاوه المولد. هنا دي بالنسبه للبسيمه، مش عارفه هم عاملين منها قطعه ليه، قطعه واحده بس. الصراحه انا بحبها فعشان كده يعني انا بطالب ان هم يعملوا قطعتين فيها. وهنا بالنسبه للذيذه الحمام في منها حاجتين، حاجه باللون البني زي ما انتوا شايفين، ودي بالكراميل تقريبا، والتانية باللون الابيض هوريها لكم بعد شويه. صراحه طعمها جميل جدا جدا جدا، مع بقى كوبايه شاي كده في الخمسينه تظبط الدماغ على طول. عشقي الاول والاخير النوجه، انا بجيب اصلا العلبه بتاعت الحلاوه عشان النوجه، وبالمكسرات بقى وتدوب في البق ما اقولكمش. يعني بصراحه انا جايه اجوعكم النهارده، جميله جدا جدا جدا. ودي برضو فيها منها اتنين بس تم السطوة على واحده فيها ودي بالنسبه للذيذه الحمام اللي هي باللون الابيض، وبرضو طعمها جميل جدا ما اقولكمش. محتاجين انتوا تدوقوا كل حاجه وتستطعموا زي الحلاوه دي. قرص العلف طبعا غني عن التعريف، وفي منه حاجتين، قرص لونه كده شبه السمسم، والقرص التاني اللي هو فيه حمص. وده برضو ده عبارة عن نوجة برضو بس بالشوكولاتة تقريبا، وعاملينها فيها سوداني. برضو طعمها جميل جدا جدا يا جماعة بصراحة. كل حاجة في العلبة ليها طعم مختلف وجميل. بصوا يعني وهنا برضو عاملين منها قطعتين زي ما انتوا شايفين. انا بقى بصراحة انا هسيبكم ان انتوا تجيبوا بقى وتدوقوا كده بنفسكم، وتقولوا لي رأيكم برضو تحت في الكومنتات لو حد اشتراها ودقها اصلا، فيقول لي بقى ويقول لي ايه الحاجة اكتر حاجة بيحبها وايه اكتر حاجة مش بيحبها او يعني مش بيستطعمها. قرص العلب بقى المشهور اللي هو اصلا كان بيملى العلبة زمان واحنا ما كناش بنقدر نكسره ولا يعني مالي مركزه كده، بقى دلوقتي بصوا يا عيني بصوا بقى هنا ده بالنسبة للحمصية، برضو طعمها حلو جدا وجميل للي بيحبها. بس انا اكتر حاجة بحبها في علبة الحلاوة وهي الفولية والنوجة والملبن، يعني هقول لكم ايه بقى، والسمسمية بس مش قوي. دي برضو دي السمسمية، وزي ما قلت لكم مكتوب كل اسم على العلبة بتاعته او الكيس بتاعه عشان تعرفوا كل علبة فيها ايه او كل كيس فيه ايه. ودي طبعا الفولية ده عشقي برضو، يعني مؤخرا عشان انا زمان كنت بحب اي حاجة فيها ملبن. بصوا بقى وهنا بوريكم ايه بقى، ده بالنسبة للبندقية. بندقية بقى جاية في السكة،
متاكله طبعا. متاكل منها. فيعني انا بقول لكم من دلوقتي، يعني اي حد زي كده صاحب محتوى وبيسجل ياخد العلبة كده على جنب ويصورها قبل ما يتم القضاء عليها. انا بقول لكم من اولها مش هتلاقوها تاني يوم ولا حتى بعد دقيقتين، يعني تاني يوم ده كتير اصلا وقت، يعني بدل ضايع زي ما بيقولوا. تمام. بصوا بقى، في هنا كمان هما تقريبا عاملين زي ما 2 سمسمية واتنين فولية، ودي فولية تانية، دي برضو متاكل منها يا جماعة. يعني بصوا، يعني حاجات اللي هي هتلاقوا مقروم منها حتة ويتاخد منها حتة، مش لازم يعني تقولوا لي تحت في الكومنتات، يعني هو ايه، عدوهم عدوهم. وبالنسبة بقى للسمسمية زي ما قلت لكم في 2 منها برضو. تمام. بس انا مكنتش مرتبة العلبة قبل ما اصور، فبنكتشف دلوقتي مع بعض. ده سمسمية جايبين منها 2 والفولية 2. اما بالنسبة للحمصية 1 وايه تاني، حمصية 1 والبندقية 1. هنا بقى بصوا، دي بقى انا مش عارفة اصلا يعني عبارة عن ايه، بس طعمها حلو جدا برضو، فيها جوز هند من جوه، فمش عارفة دي جوزة الهند ولا ايه. اللي يعرفها يقول لي تحت في الكومنتات دي عبارة عن ايه. ودي موجود منها 2. دي بقى لوزية برضو موجود منها 1. برضو يعني هما في الحاجات المهمة اللي انا بحبها عاملين منها 1. بس حلوة جدا بصراحة، طعمها لذيذ بصراحة. اي حاجة العبد بيعملها جميلة جدا جدا جدا. طيب تكلفة العلبة دي ايه؟ 190 جنيه. 190 جنيه فيها حوالي كام قطعة؟ فيها 21 قطعة. وبصوا بقى، ده اسعار، هسيبكم مع اسعار كل حاجة وحدها لو عايزين ان انتوا تاخدوا سكرين شوت من الاسعار. ده لو عايزين تجيبوا غير العلب. ودي نبدأ بالعلب، في طبعا ب90 وفي ب130 قبل ال190، يعني دي تعتبر العلبة رقم 3 اللي انا جبتها. اما بقى باقي العلب اللي مثلا العيلة الكبيرة او عايزين تهادوا حد، برضو في اسعار مختلفة ومتفاوتة. فبألف هنا وشفا عليكم، كل سنة وانتم طيبين ويعود عليكم الأيام بخير. افرحوا وفرحوا غيركم، ده بصراحة جميلة قوي. وعاداتنا واللي هي التقاليد بتاعتنا دي ما تخلوش تتقطع في البيت، أو عامة فرحوا غيركم. وما تنسوش ان جبر الخواطر، وانكم لما بتفرحوا حد انتوا نفسكم بيعود عليكم بالفرح. وكل سنة وانتم طيبين، واستنوني فيديوهات جديدة من شوبينج ست البنات. وما تنسوش لو لسه اول مرة تشوفوا قناتي، ما تنسوش تشتركوا تحت وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ولايك حلو بقى للفيديو ده، وشيروه لاكبر عدد من صحابكم عشان اللي لسه ما اشتراش حلاوة المولد يشتري. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وباي باي.